وزارة الطيران المدني المصرية، كلنا طبعا عارفين موضوع الطيارة وزامبيا والدنيا اللي هايصة دي عشان سبب الطيارة والذهب والدولارات والدنيا. انتوا ليه ما بتخرجوش بيان رسمي من عندكم وتقولوا لنا الحقائق، علشان ما نفضلش نخبط وكل واحد يبتدي يخمن؟ اللي يقول لك المخابرات، واللي يقول لك جهات سيادية، واللي يقول لك واللي يقول لك. طبعا في حاجات المفروض الشعب ما يعرفهاش، وفي حاجات ان المفروض الدنيا ما تعرفهاش، لان ده امن قومي، احنا عارفين الكلام ده، خد بالك. انما لازم تطلع بيان، طلع بيان يقول للناس واحد حصل اتنين تلاتة كده. لازم ما تسيبوناش كده نفضل نخبط وهم اعدائنا عمالين يلعبوا بينا وعمالين يغذوا الموضوع بحاجات ما انزل الله بها من سلطان. انتوا لازم الناس تتحرك، تسبقوا الاحداث، ما تبقوش قاعدين زي التنابلة. انتوا هتجننونا كده. اشتغلوا. فيه ايه؟ هو اذا ما كانش الريس يخش في كل حاجة الناس كده ما تشتغلش؟ لا اله الا الله. تاني بنقول وزارة الطيران المدني لو سمحت طلعي بيان ايه اخبار الطيارة دي، وضعها ايه بالنسبة للمصريين. ما تخلوناش نقعد نخبط في الحلل. لو سمحتوا، نهاركو جميل، نهاركو عسل، ويا ريت يعني تسبقوا الاحداث. خليكم ما تبقوش بتنفوا زي الزحلفاء كده. لا، خليكم زي الغزلان كده، سرع، في هدى، نسور. ده احنا يعني احنا مشهورين ان احنا نسور، مش كده ولا ايه؟